واش دزتي من سن المراهقة هادي شحال؟ وصلتي للعشرينات والثلاثينات أو حتى الربعينات، ولكن باقا كتشوفي الحبوب كيرجعوا ليك في الوجه ديالك ومبرسطينك بحال إلا فيك 15 عام. واش كتلاحظي بلي هاد الحبوب كيتجمعوا بالضبط في المنطقة ديال الذقن وحول الفم وكيخرجوا كبار وقاصحين خصوصا قبل الدورة الشهرية بأيام قليلة؟ واش كل ما تعصبتي طار ليك الناس أو عشتي شي فترة ديال التوتر والضغط في الخدمة ديالك ولا في الدار كينعكس هاد الشي مباشرة على وجهك وكيتعمر بالحبوب؟ بزاف ديال النساء كيعيشوا هاد الإحراج في صمت، والخطأ الشائع اللي كيديروه هو أنهم كيبقاو يبدلوا في الغسولات، كيشريو كريمات غاليين وكيديروا تقشير مجهد للبشرة وكيتسناو بلي الحبوب في هاد السن وكينساو بلي هاد الحبوب في هاد السن ماشي ديما مشكل ديال البشرة من برا، بل هو بالأساس رسالة من الجسم ديالك كيقول لك فيها باللي كاين شي حاجة لداخل خاصها تقاد. اليوم في هاد الحلقة الخاصة في قناتكم غنصحوا هاد المفاهيم الغلطة، غنشرحوا بالزربة وبلغة علمية مبسطة شنو واقع في الذات ديالك، وغنكتشفوا مجموعين الحلول الطبيعية الجذرية والداعمة اللي غتعاونك تصفي وجهك بلا وعود خيالية أو مبالغات. باش نفهمو مزيان علاش هاد الحبوب كيلصقوا في الوجه ديالك وما كيبغيوش يمشيو واخا كبرنا، خاصنا نعرفو بلي الجسم ديالنا وحدة متكاملة، والجلد احيانا كيكون من العلامات اللي كتخلينا ننتبهوا لبعض التغييرات داخل الجسم. كاينين اسباب رئيسية وعميقة كتدفع البشرة باش تلتهب وتخرج هاد الحبوب. السبب الاول والمباشر هو تغييرات الهرمونات خصوصا في النصف الثاني من الدورة الشهرية. هاد التغيير كيخلي الغدد الدهنية في البشرة ديالك تفرز زيوت كثر من القياس، وهاد الزيوت كتسد المسام وكتعطينا حبوب متركزة في الذقن ديالك والفك السفلي. السبب الثاني واللي كيعانيو منه بزاف ديال النساء في هذا العصر هو التوتر المزمن وقلة النعاس. ملي كتكوني مضغوطة الجسم كيفرز هرمون الكورتيزول بكميات كبيرة، وهذا الهرمون كيزيد من الالتهاب في الذات كاملة وكيحفز البشرة باش تخرج الحبوب. والسبب الثالث المهم بزاف اللي كيغفلوا عليه الأغلبية هو العلاقات بين مقاومة الأنسولين وحب الشباب عند بعض النساء. إلا كانت عندك رغبة شديدة في السكريات والحلويات وكتلاحظي الزيادة في الوزن خصوصا حول البطن، أو عندك عدم انتظام في الدورة الشهرية، هادشي كيعني بلي الأنسولين طالع بزاف في الدم ديالك، وهذا الارتفاع كيحفز الجسم ديالك يفرز هرمونات كتزيد من إفراز الزيوت والالتهاب البشرة ديالك بشكل ملحوظ. وما نساوش السبب الرابع اللي هو استعمال المنتجات التجميل أو الكريمات العناية الغير مناسبة لنوع البشرة ديالك اللي كتسد المسام وكتخنقها، أو الإفراط في غسل الوجه بشكل كينشفو وكيرد بنتيجة عكسية. ملي كنفهمو هاد الأسباب العميقة كيولي واضح لينا العلاج الحقيقي خاصو يكون متوازن وكيجمع ما بين العناية الخارجية والدعم الداخلي. أول خطوة وأهم خطوة في العلاج الخارجي هي العناية بالبشرة بلطف شديد. تجنبي كثرة ديال الخلطات القاسية والتقشير المجهد، غسلي وجهك بالغسول الخفيف بلا ما تفركي بالجهد باش ما تجرحيش دوك الحبوب وتنتشر البكتيريا في الوجه كامل. ثانيا خاصنا ندعمو الجسم من الداخل حيث التغذية هي الساس. حاولي تعتمدي على غذاء متوازن وغني بالبروتين الجيد والخضرة الطرية، وحاولي بقدر الإمكان تقللي من السكريات العالية والأطعمة المصنعة خصوصا إلا كنتي كتعاني من علامات مقاومة الأنسولين. هاد التغيير البسيط في الماكلة ديالك غيساعدك بشكل كبير في تخفيف الالتهاب من الجذور ديالو. أما بالنسبة للدعم الطبيعي والأعشاب، الطبيعة كتقدم لنا مكونات رائعة ولطيفة كتعاون في التهدئة ديال البشرة وكتنقيها. كنهضروا أولا على الدعم الداخلي بواسطة الشاي الأخضر الطبيعي. الشاي الأخضر كيتعتبر مشروب ممتاز جدا وغني بمضادات الأكسدة القوية اللي كتحارب الالتهاب في الجسم وكينقي الذات من الداخل. تقدري تشربيه يوميا بلا سكر. وبالنسبة للاستعمال الموضعي كاينين جوج كنوز طبيعية: العسل الطبيعي الحر اللي كيتعتبر مضاد للبكتيريا رائع، أو جيل الويفيرا الطبيعي اللي كيبرد البشرة وكينقص من الحمورية. تقدري تحطيهم كماسك خفيف في البلايص اللي فيهم الحبوب وتغسليهم بالماء دافي، ولكن ديما كنأكدوا على ضرورة إجراء اختبار الحساسية في واحد البلاصة صغيرة من العنق ديالك قبل الاستعمال. وهنا خاصنا نوضحوا بكل مصداقية بلي هاد المكونات الطبيعية بحال الشاي الأخضر، العسل والألويفيرا كيساعدوا على التهدئة ديال البشرة وتخفيف الالتهاب، ولكن ماشي بديل للعلاج الطبيعي إلا كانت الحالة قوية وحب الشباب
عميق. وهنا خاصنا ندقوا ناقوس الخطر ونعطيو التحذير الطبي مهم بزاف للأمان ديالكم وللحماية ديال البشرة ديالكم. إياكم ثم إياكم توضعوا الحامض أو أي خلطات حارقة ومجهدة على الوجه ديالكم بنية أنكم تنشفوا الحبوب بالزربة. هاد المواد كتحرق الجلد، كتزيد من التهيج وكتخلي التصبغات كحلة والطبايع صعيب بزاف يزولوا مع الوقت. كذلك إلا كانت الحبوب شديدة بزاف مؤلمة أو كتخلي حفر وندبات عميقة في الوجه، هاد الحالة كتحتاج تقييم وتدخل من طبيب الجلد مختص ومش الوصفات، حيت العلاج الطبي هنا كيكون ضروري لإنقاذ البشرة. وبالزربة نجاوبوا على أهم الأسئلة الشائعة اللي كيطرحوها الناس في الصفحة ديالنا. واش نطرطق الحبوب باش يبرد بالزربة؟ لا نهائيا. عصير ديال الحبوب كيدخل البكتيريا لطبقات عميقة في الجلد وكيدير التهاب قوي وكيخلي الأثر كحلة وحفرة وما كتحيدش. واش المكياج كيزيد الحبوب؟ إلا كان المكياج ثقيل وما كيتغسلش مزيان بالليل، نعم كيسد المسام وكيخنق البشرة. ديما تأكدي باللي مسحتي وجهك مزيان قبل النعاس. الخلاصة هي أن حب الشباب عند النساء البالغات ماشي صدفة وماشي غير وسخ في البشرة، هو رسالة من الجسم خاصك تقرايها بوعي. ملي تهلاي في الماكلة ديالك كتقادي الأنسولين ديالك، كتحاولي تنقصي من التوتر وكتعاملي مع البشرة ديالك بلطف ومكونات طبيعية داعمة، كترجع لوجهك واحد الصفاء ديالو بالتدريج وكتفهمي اللغة ديال الجسم ديالك. العودة للطبيعة زوينة وفعالة ولكن خاصة ديما تكون بتشخيص سليم والصبر. إلا عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا من هذه المعلومات السريعة والموزونة، بارطاجيوه في الواتساب مع صحاباتكم والنساء اللي كيعانيو من رجوع الحبوب باش نصحوا ليهم هذه المفاهيم ونعتقوهم من كثرة المكياج والكريمات. وديروا لايك باش تدعموا هذا المحتوى الهادف. دابا قولوا لي في التعاليق لتحت بكل صراحة، واش حتى انتي لاحظتي بلي الحبوب كيكثروا ليك ملي كتزيد الرغبة ديالك في اكل السكريات او ملي كتعصبي؟ واش فايت ليك جربتي تقطعي السكر وشنو كانت النتيجة على البشرة ديالك؟ تهلاو في صحتكم وفي جمالكم اللي هو اغلى كنز عندكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ومعلومة طبيعية مفيدة ان شاء الله قناتكم. بسلام عليكم.